السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين معايا هاد الجو تاع الشتا؟ حنا عندنا الشتا هنا تبارك الله، جو زوين تبارك الله، منقولش لكم عليه. اليوم بغيت نشارك معكم الدجاج، رجل تاع الدجاج. تندير في البهارات ملح، فلفل اسود، بودره الثوم، كركم، سكنجبير، بودره البصل، وتندير الخل باش نجمع تندير البقسماط والبيض. هاد هما المكونات اللي كنحط فيه. كما شفتوا على هذا الشكل هذا. ومن هذا الشيء اللي كندير من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو صراحه زوينين، بالاخص اللي عنده الوليدات صغار ما تيبغيش ياكلوا الدجاج. هاد الطريقه هذه كتجي غزاله، ياكلوا لك وليداتك الدجاج اذا ما كانوش كيبغوه. وهنا البنات الطبق اللي غندير مع الدجاج، غندير شوربه الخضار. هنا تنحط البصل، وغادي نحط الزبده، وهنا الخضر مشكله، شويه بطاطا وحده، بطاطس وحده، شويه الجزر، شويه الفاصوليا. عندك هنايا ذره وبازيلا. والبهارات غنحط شويه الملح، شويه الفلفل الاسود، شويه الكركم. هذه هي اللي غادي البهارات اللي كيتحطوا في هذه الشوربه. ومرق الدجاج صافي، وغادي نديرها حتى طيب، ومن بعد غادي تدوريها بالدقيق وشعيريه. وهذا هو الطبق اللي غادي يكون مع شوربه الدجاج وشوربه الخضر والرز. الرز راه كيف ما العاده راه ديما تنديرو معكم، مي هذا هو الشيء اللي اختارنا اليوم للغدا. ايوا هذه دابا من بعد انا حطيت الخضره هنايا، وغادي نحطهم يتشحروا مزيان بالزبده. والطبق تاع الدجاج اللي غادي ندير معاه هادشي اللي غادي يكون. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الدجاج. كيف ما شفتوا كيجي مقرمش، كيجي زوين. ما نقولش لكم على الطعم ديالو كيفاش كيجي غزال تبارك الله. وبالنسبه حتى للوليدات الصغار ما شاء الله، يعني هذا الشيء اللي كيبغوه هما ماشي. وهذه الشوربه شايفين كيفاش كتجي غزاله، بالاخص في هذا البرد هذا، دافيه للصدر وداكشي. ومن نفس الوقت حتى الوليدات كتعجبهم، ما فيها لا حليب لا حتى شي حاجه. هذه المهم على هذا الشكل هذا. والرز راه كيف ما العاده، وتقديم سلطه عاديه، يعني سلطات ما كل واحد باقي لينا الحين ما عرفتش شنو من سلطه غنقدموا مع الاكل. هذا ما كان، هذا هو كان غدانا اليوم. قلت نصور معكم علاش لا. ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وهذه سلطه عندنا، سلطه كبيره. كاين اللي ما كيبغيش سلطه صغيره، حطيت سلطه كبيره هكذا تشكل مشكله.